المية كتيرة والصحبة حلوة والكيف عالي. التعميرة دي ريحتها عجيبة. امال يا بنت دي زهرة الزهرة. نفسها حلو لكن خفيف، ما بتعلمش في الدماغ. ما طول بالك اصلا كام، هو احنا لسه شربنا حاجة؟ صديقي المستمع، مواطن الشارع البسيط، اوعى تفكر ان الحشيش والمخدرات هتحللك كل مشاكلك وهتبقى هي سر سعادتك. حتى لو ما شربتش وقعدت مع ناس بتشرب، تعال اقول لك عقوبة ايه لما تتمسك مع ناس بتشرب حشيش. تعرف ان تواجدك بمكان في ناس بتحشش يعرضك لعقوبة قانونية، اما الحبس اللي ما يقلش عن سنة، او غرامة ما تقلش عن 1000 جنيه وما تزيدش عن 3000 جنيه، او احدى هاتين العقوبتين. ايه بقى شرط العقاب؟ هو انك تكون على علم بان المكان ده مجهز ومهيأ لشرب المخدرات وانت بتتمسك في نفس المكان. ايه بقى المادة المعاقبة على ذلك؟ هي المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات المصري. المادة بتستثنى من العقاب صراحة الأب والأم لو كانوا متواجدين مع ابنهم المحشش، أو الابن أو البنت الموجودة مع أبوهم المحشش، أو حتى الزوجة الساكنة مع جوزها المحشش. لكن لو انت دكتور ورحت على وجه السرعة لمكان اللي فيه ناس برضه بتحشش، ده عشان تنقذ حياة إنسان بيحشش، هتتعاقب بنفس المادة ولا لا؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. الفقه القانوني في هذه المسألة دي على رأيين. الرأي الأول يرى أن الطبيب هذا يجرم بنظر القانون ولا بد من معاقبته، والرأي الآخر بيرى أن الطبيب ده غير مجرم لانتفاء أركان الجريمة نفسها. صديقي، ابعد عن المخدرات وغير حياتك.